السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في قناة يوميات ماما وجوجو. النهارده يا بنات هنعمل مع بعض زي ما شفتوا الصابون الابيض او الصابون اللي هو صابون المواعين. هنعمله النهارده. انا عملته قبل كده معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، انما الطريقة بتاعت النهارده دي اسهل من الطريقة اللي فاتت، وكمان زي ما شفتوا كده النتيجة في اول الفيديو. اول حاجة كده انا معايا اي كمية ليمون، عندي قشر ليمون او ليمون بدأ كده يطيب في التلاجة، يعني مش برميه، بحطه في كيس كده وبعينه في الفريزر لحد بس ايه يعني استخدمه في الحاجات اللي زي دي. تمام، حطيته كده على النار في كوباية مية وسبته يتسلق ويستوي. بعد كده لما برد شلته حطيته في الخلاط، فرمته كويس جدا. سبته. بعد كده بقى جبت كوبايتين من المية في البولة اللي قدامكم دي، وحطيت فيها ربع كيلو من البوتاص. هنروح كده عند اي حد بتاع صابون او اي حد عطار، هنجيب منه بس ربع كيلو من البوتاص اللي هو القشور اللي زي ما حضراتكم شفتوا كده قدامكم. بعد كده بقى هنزل عليه بكمية هقلبه طبعا واسيبه يبرد خالص. اهم حاجة نفسك يبقى بعيد، ما يكونش حواليك اطفال، تكوني لابسة حاجة في ايدك او حاطة حاجة على ايدك بحيث ان هو لو طرطش. بس بصراحة انا مش بعرف اشتغل خالص وانا في ايدي حاجة، يعني ده عيب فيا بصراحة. بعد كده سبته يبرد، نزلت عليه بقى بالليمون اللي احنا كنا فرمينه مع بعض في الخلاط، وببدأ اديله تقليبة كده لحد ما يهدى. بعد كده بقى معايا هنا كيلو ونص من الزيت، كيلو ونص من الزيت المستعمل طبعا. اي زيت بقى، قلي بطاطس، قلي سمك، قلي بتنجان، اي حاجة انت بتستعمليها كده. طبعا بتاخديه بتصفيه كويس جدا بدل المرة مرة ومرتين. وبعد كده بقى بنزل على الخليط اللي عاملينه مع بعض، اللي هو البوتاص بالليمون بالزيت. تمام يا بنات، بسيبه بقى يهدى كده ويبرد، يعني حوالي عن من 5 ل10 دقايق. برجع الاقيه كده ما تقلقيش خالص، لو تماسك ما تقلقيش خالص. هو لسه يعني مش هيتماسك دلوقتي كمان. هنبدأ نحط عليه ايه بقى تاني. اول حاجة كده هبدأ اضربه، يعني اقلبه تقليب كويس جدا. طبعا لو انت بقى ايدك وجعاكي او كده لازم حد معاكي، لان الصابون بنعوز نضربه ضرب يعني على طول، عارفين اللي هو ضرب مبرح، عاوزين نضربه ضرب مبرح. مع الضرب بقى يا بنات بيبان لك كده قوام الصابون. شايفين دلوقتي معايا الصابون بتاعي مخرز كده، اللي هو مش ناعم زي العجينة اللي هي بتاعت زي خليط الكيكة اللي احنا بنعمله، لا لسه مخرز كده. شايفين بقى هنا برضو بدأ يفصل، يعني مع كتر التقليب بدأ يفصل الزيت لوحده، وكمان الليمون، الليمون لوحده زي ما انتوا شايفين اهو. ببدأ بقى ايه، يعني انا بقلب، عاوز لو حد جنبك هيفضل يقلب كده على طول وانت تحطي له المكونات. بعد كده بقى ببدأ احط كوباية من الدقيق، ده مج كبير كده اللي هو اللي بنشرب فيه الشاي، المج العادي بتاعنا اللي هو 200 جرام. هنا يا بنات مفيش معايير ومفيش يعني احط كام جرام، لا هي بالنظر كده، عندك كوباية حطيها. وكمان يعني مش هقولك دقيق يكون فينو او دقيق نمرة واحد، اي دقيق عندك دقيق بلدي اللي هو بتاع الغلة درجة تانية كمان مش مشكلة خالص. تمام يا بنات. وكمان حطيت كوباية كده، نفس الكوباية دي من الصابون السائل. الصابون السائل لازم يكون صابون كويس عشان الرغوة بتاعة الصابون بتاعك تطلع كويسة معاكي. يعني الرغوة بتاعة الصابون ده بتبقى بناء عن الصابون السائل بتاعك. الصابون السائل كويس تبقى الرغوة هتبقى كويس. شايفين بقى مع كتر التقليب، شايفين القوام بقى عامل ازاي ناعم كده، وبقى عامل يعني كل ما هقلب كل ما هينعم معايا ويبقى زي خليط الكيكة كده. تمام، وكمان لونه بيفتح اهو يا بنات شايفين.
كده الصابون بتاعي خلص. طبعا عايزة بقى تضيفي جليسرين عشان ايدك، مفيش اي مشكلة. اي ازازة جليسرين كده من الصيدلية بتبقى رخيصة يعني 5 جنيه او حاجة، تضيفي مثلا نصها او تضيفي معلقة. طبعا ده عشان لو انت خايفة على ايدك، انما هو مفيش اي حاجة. طبعا الصابون السائل اللي احنا حطيناه بيبقى فيه منعمات، وكمان احنا حاطين ليمون يعني بيشيل اي ريحة في الزيت بتاعنا، عشان ممكن ناس تقول زيت سمك لا هيبقى فيه ريحة او كده. لا، ما تخافيش خالص، ما فيش فيه اي مشكلة. احنا بنحاول نعمل يعني بنوفر على قد ما نقدر، ومش عايزين نشتري اي حاجة من بره خالص. بصراحة يا بنات، انا من يوم ما عملت الصابون وانا مش بشتريه خالص خالص خالص، لا بل بالعكس حبيت اللي انا بعمله عن اللي بيجي من بره. تمام. انتوا كمان يعني لما تجربوا كده وتعملوا الصابون، حتى لو انت بتعملي الصابون اكتبي لي بقى في الكومنتات وقولي لي بتعمليه بالطريقه انهي، وكمان بيطلع معاكي عامل ازاي، وبترتاحي في اللي انت بتعمليه في البيت ولا بره. قبل كده عملت معاكم الصابون السائل، بصراحه طلع تحفه وبستعمله يعني على طول. والنهارده بقى عملت معاكم الصابون الالمونيا او الصابون الابيض. حطينا له دقيق. المره اللي فاتت ما كناش عاملين له دقيق، اللي هو الصابون بتاع المره اللي فاتت ما حطينالوش دقيق خالص. ببدأ بقى كده ايه، جبت طبعا كرتونة او بولة او اي حاجة على حسب الشكل اللي انت عاوزة تعمليه فيه. عندك برضو صينية بلاستيك، لان يا بنات مش هينفع في الالمونيا، لان لو جت حتة صابون على الالمونيا هتنقرها لك وتبوظها لك. كرتونة كده او منظم بلاستيك، حط فيه مشمع او كيس كده كبير افرعيه زي ما انا عاملة كده، وحط الخليط بتاع الصابون. اهم حاجة الحواف وتظبطي كده الصابون تخليه كله سمك واحد. تمام. بعد كده بقى بشيله وبحطه في مكان كده في البلكونه، ما يكونش جايله شمس بس يكون جايله هوا، لان لو حطيتيه في الشمس طبعا الصابون معمول من الزيت هيسيح. تمام يا بنات. بس لحد بس ما يبدأ يمسك نفسه كده، وبتقطعيه وهو طري، لان لو نشف مش هتعرفي تقطعيه. اهو يا بنات بتعملوه بقى مكعبات. انا هحطه كده، شايفين كده بقى بعد ما نشف اهو يا بنات. كمان هوريكم الرغوة بتاعته دلوقتي. كنت عاملة فيديو للسبونشة يعني من الاول، والسلكة اللي فيها دي من اول خالص، والصابونة ناشفة. بس للأسف اتمسح مني من على الفون، يعني اتمسح فمش عارفة اجيبه. شايفين بقى هنا هوريكم الفرق بين دي صابونة انا مستعملاها اللي هي البيضة الصغيرة دي، ودي صابونة لسه انا زي ما قلت لكم كنت عاملة الفيديو ليها. يعني كنت عاملاها في ناشفة كده في الفيديو. الصابونة اللي بتستعمليها بعد وقت بتطرى فبترغي اكتر، انما الصابونة اللي انتي لسه مطلعاها زي دي كده بتبقى لسه ماسكة نفسها، فلما بتتحط في مية بترغي معاكي كويس جدا. وهو ده كان فيديو النهاردة يا بنات، يا رب يعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد انا بنزله اول باول. ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو زي